يا مساء الفل يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بإذن الله. النهاردة معانا فيديو جديد وثغرة جديدة من ثغرات منصة بورت سويجر. تمام، وهي ثغرة الجي دبليو تي، ثغرة الجيسون ويب توكن. خلينا نشوف أول لاب. ماشي. أول لاب ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك أنا عايز أعمل أصلا عايز أعمل باي باس لمين؟ للسيجنتشر. وهنا بيقول لك ان هي اصلا مشكله اللاب ده فين؟ ان هو اصلا ما بيعملش فيريفاي للسيجنتشر. اوكي، يعني السيجنتشر ولا اكنها موجوده. طيب ايه الكلام ده؟ وفي الاخر بيقول لك انا عايزك تاكسس الادمن بانل والديليت مين؟ كارلوس. ظاهر كارلوس ده مغضوب عليه من بورت سويجر، ومديني ده الكريدنشال بتاعتي اللي هي مين؟ وينر وبيتر. طيب هو هنا بيقول لك تعالى نشوف ازاي الجي دبليو تي بتشتغل. تمام، ده فيديو بسيط. لا ده فيديو الحل ولا ايه؟ ممكن جي دبليو، لا مش عايزين ده. طيب خلينا نرجع هنا كده ستيب. تمام، ونشوف الجي دبليو تي هنا. هو ده بيبقى الجي دبليو تي، ده بيبقى منظره. تمام. طيب باختصار ايه هو الجي دبليو تي؟ احنا ممكن نيجي هنا نكتب جي دبليو تي. تمام، ونخش على الصور. عايزين نشوف اهو مثلا حاجة زي كده مثلا. طيب هو هنا بيعمل ايه؟ بعد ما بيعمل لوجن بيروح للسيرفر. تمام، بعد ما بيروح للسيرفر بيتأكد من التوكن ده هل ده انا ولا مش انا. وطبعا بيكون بناء على الجوريزمات معينة، وبناء على سيكريت كي معين، وبناء على توكنز معينة والكلام من ده. بس فخلينا برضو نشوف الموضوع ده عملي اكتر واحنا بنحل. فخلينا نأكسس اللاب. واحنا بنأكسس اللاب نفتح البرب. ماشي، نفتح البرب. افتح يا برب. نيكست ستارت. اقفل. الجيسون ويب توكن بجد من ارخم الثغرات اللي انا ذاكرتها. انا حرفيا انا يعتبر ذاكرتها بس لسه ما حلتش عليها، لسه هحل عليها معاكم اول مره. تمام. اول ما هندخل هنيجي هنا للاكستنشنز، بي اب ستور، ونيجي نكتب هنا جي دبليو تي. هيطلع لك اول واحده جي دبليو تي اديتور، هتعمل لها انستول اهي. تمام. ليه؟ لان دي مهمه جدا، ودي لما الريكوست بيكون في جيسون ويب توكن بتعرفنا يعني. تمام. طيب خلينا نشوف. طيب تعالى هنا كده، افتح دي كده. الموقع بتاعنا عادي جدا. تمام، مفهوش اي حاجة، عادي جدا. تمام. خلينا نروح لمين؟ للماي اكاونت. تمام. خلينا بس كده نعمل لوج اوت. ماي اكاونت، وينر، بيتر الباسورد. تمام. تعالى على البرب، تعالى على الهيستوري. كل ده فيه جيسون ويب توكن. احنا عايزين الأخيرة اللي احنا عملنا فيها ايه؟ اللوجن. وهو ده شكل الجيسون ويب توكن، هو ده. أول حاجة ده اسمه هيد. الهيد بيكون فيه نوع الألجوريزم وحاجات من دي. تاني حاجة الجزء اللي في النص ده بيكون اسمه البيلود. البيلود ده زي ما احنا شايفين كده، واخد السب ده اسمه وينر اللي هو احنا، جاي منين، حاجات من دي، هيكسباير امتى. طيب بعد كده آخر حاجة ده الكي. طيب احنا خلينا ناخد الريكوست ده على الريبيتر ونشوف هنتعامل معاه ازاي. خلينا بس نعمل سند عشان يحصل له سيف. طيب خلينا كده نشوف الريندر بتاعه. تمام. طيب بص يا باشا، دلوقتي احنا عندنا هو قال لك اول حاجه انت لازم تاكسس مين؟ لازم تاكسس السلاش ادمن. تمام، بعد ما ناكسس السلاش ادمن هنعمل مين؟ هنعمل سند. تمام. وثانيه واحده يا شباب. طيب بعد ما اكسسنا، تمام، هنعمل سند. طيب خلينا نشوف كده. قال لك ايه الادمن؟ ايه مش هينفع. طيب هو اصلا بيقول لك ان هو ما بيعملش تشيك على الالجوريزم. تمام. فاحنا كل عايزين ان احنا نغير السب تايتل ده. فالالجوريزم دي مربوطه بمين؟ بالكي اللي تحت. طب ما الكي اللي تحت ملوش لازمه لان هو اصلا ما بيتشيكش عليه. تمام. طيب احنا عايزين نغير دي ونكتب مين؟ نكتب ادمنستريتور. ادمنستريتور. تمام، ادمنستريتور. طيب ادمنستريتور. انا بس اكون كاتبها صح. تعالى هنا، وينر، ابلاي، سند. تمام، الادمن بانل اتفتحت. عايزين ندلت مين؟ كارلوس. هننزل لتحت، عندنا ماي اكونت، لا اهو كارلوس.
ناخد الباس ده كده، الدايركتري ده كده هناخده كوبي، وهنيجي هنا تمام، يعمل send، قالك found. تعالى نرجع على اللاب، قالك congratulation اللاب اتحل. ودي كانت أول حاجة من الجيسون ويب توكن، حرفيا هي يعتبر مش موجودة. تمام. ولكن انت كباك باونتي هانتر، انت كل اللي بتعمله انك بتجرب، فليه ممكن ما تكونش موجودة؟ الله اعلم. ودلوقتي في عصر الفايب كودينج ممكن تكون موجودة. فده كان اول لاب من ثغرة الجيسون ويب توكن. وبإذن الله استنونا في فيديوهات تاني في حل ثغرات منصة البورت سويجر.